طبعا أنا بشكر كابتن تريكة على الكلام اللي قاله في حقي. انا طبعا بحبه جدا، ويمكن الناس كلها عارفه ان مثل اعلى في حاجات كتير جدا. مثل مين مسك الاعلى محليا ومسك الاعلى عالميا؟ طبعا مفيش غيره في مصر كابتن محمد ابو تريكة، حبيبي طبعا، واحنا جيران يعني بلديات. طبعا شايف ان ابو تريكة هو مثلك الاعلى بس اكيد طبعا. وهو الحمد لله يعني متواصل معانا لغايه دلوقتي، يعني هو بره النادي بس متواصل مع الفرقه، بيتكلم مع الفرقه، بيحفزهم. مين مثلك الاعلى؟ ده سؤال من احمد نور. يسهل لك كابتن. أحب الكابتن أبو تريكة، أحبه كثيرا لأنني كنت أشاهده وهو يلعب، وعندما كنت في نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية كنت أشاهد كابتن أبو تريكة. هو لاعب مدهش ومتميز ولديه لمسة خاصة في كرة القدم، وهو مدهش في أدائه. أعلى من زمان ولا دلوقتي؟ هو في من زمان وفي دلوقتي؟ طبعا. مين زمان ومين دلوقتي؟ زمان طبعا كان الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو، وكابتن محمد ابو تريكة طبعا اتعلمت منه كتير جدا. انت ممكن كان نفسي بصراحه العب مع كابتن ابو تريكة بصراحه. يعني طبعا مع احترام الناس كلها اللي موجوده، كان ده مثلي الاعلى، وكنت نفسي اتلعب معاه في ماتشات رسميه وكده يعني. بص السؤال، يعني لو قلت لي كنت تتمنى انا ما لحقتش كابتن ابو تريكة طبعا، ما لعبتش معاه، بس انا كنت اتمنى للكابتن ابو تريكة يبقى موجود وانا العب معاه. هو مثل اعلى مش ليا بس، لكل اي لعيب يلعب كوره في مصر. وانا بختم معاك بقى، مين مثلك الاعلى؟ ابو تريكة طبعا. ابو تريكة اكيد هو انا مثل اعلى هنا محليا كابتن محمد ابو تريكة، عالميا ميسي كده طبعا. مين مثلك الاعلى في الدوري المصري؟ انا بالنسبه لي كنت بحب الكابتن محمد ابو تريكة جدا. تريكة ما يتقالش عليه حاجه، ده هو وش لوحده يتقال عليه كل حاجه. لا شخصيه الدرجه دي انا بحبه لانه كمان انا من بريك الخيام، هو من ناهيه، يعني احنا منطقتنا جنب بعض. في مره كابتن طلعت يوسف بيقول لي هتمسك تلعب في ماتش الاهلي والشرطه، كان اول ماتش ليا قدام النادي الاهلي، جبت ضربه جزاء كسبنا 1-0، قال لي هتلعب مان تو مان على ابو تريكة. طول الماتش ماسكه مان تو مان. انا عن نفسي ككوره وكاخلاق نفسي ابقى زي كابتن ابو تريكة، ككوره وكاخلاق نفسي ابقى نص كابتن ابو تريكة، كانجازات وكحب الناس، كاخلاقيات. الراجل عشت معاه يعني في الاولمبياد في لندن، كان عندنا في الاولمبياد هناك كان معانا، فالراجل لا الراجل متدين. خلقتني يا عم، سيبني بقى اركز في الماتش. لا بحبه. ما حشكش ابو تريكة؟ يعني ابو تريكة من الناس اللي كلنا بعيدا عن مالناش دعوه بحاجه، احنا بنتكلم على لاعب كوره احنا عارفينه او زميل لينا او حبيب لينا. ابو تريكة افضل لعيب كوره انا لعبت معاه من ساعه ما بدات العب كوره لحد ما بطلت. ابو تريكة الافضل بلا جدال. ناس كتير لعبت معايا ولعبت جنبي وبتاع كلام من ده، انما ابو تريكة لعيب الكوره الافضل اللي لعب معايا طول مسيرتي. مش هنسى ابو تريكة وهو بيحط ببطن رجليه في مباراه الكاميرون 2008 وشعب مصر بالكامل نزل يفرح في وقت كانت صعبه في 2008. مش هتكلم على ابو تريكة في كاس العالم للانديه وهو بيفرح الاهلاويه. مش هتكلم على ابو تريكة في مباراه جنوب افريقيا وهو بيختم حياته وسط جمهوره وبيجيب هدف النهايه السعيده. مش هتكلم على ابو تريكة في مباراه النجم الساحلي، ومش هتكلم على ابو تريكة في مباراه الصفاقس، ومش هتكلم على ابو تريكة. انا تعبت في مصر هنا ساعات بنعمل نجوم من ورق. فتخيلوا ابو تريكة اللي انتوا سمعتوه من شويه، واحد قاعد على ديسك. فين الوفاء؟